أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في الجزء الثاني من الدرس الرابع ولقاؤنا اليوم مع قاعدة لوبيتال. قاعدة لوبيتال هي باختصار وببساطة شديدة حل للنهايات التي كنا نوجد قيمتها بعدة طرق في المرحلة السابقة في الصف 11 علمي. نتعرف على قاعدة لوبيتال إذا كان قاف س وها س اقترانين قابلين للاشتقاق عند النقطة س تساوي ألف، يعني أستطيع اشتقاق كل منهما، ولام ينتمي لها عدد حقيقي، وكانت قاف الألف على ها الألف تساوي صفر على صفر. يعني لو أنا عندي نهاية ونريد التعويض عن قيمة ألف فيها، فإذا كان ناتج البسط صفر وناتج المقام صفر، نقول في هذه الحالة أن الناتج كمية غير معينة. نلجأ إلى تطبيق قاعدة لوبيتال، وهي باشتقاق البسط على حدة والمقام على حدة، أي لا نعتبرها مشتقة قسمة اقترانين، ولكننا نطبق قواعد الاشتقاق على البسط على حدة والمقام على حدة، ثم نقوم بالتعويض. فإذا كان الناتج عدد حقيقي تكون هي حساب أو قيمة النهاية. ولكن إذا قمنا بالتعويض وكان صفر على صفر واشتقينا وعوضنا وظهر أيضا مرة أخرى صفر على صفر، نقوم بالاشتقاق وبتطبيق لوبيتال مرة أخرى، أي تستمر عملية الاشتقاق أو تطبيق قاعدة لوبيتال إلى أن نحصل على ناتج عدد حقيقي. ملاحظة بسيطة جدا أنه عندما نقوم بالتعويض لا نضع النهاية، وعندما نقوم بالاشتقاق نضع النهاية كما سنرى إن شاء الله. نؤكد على ملاحظة ذكرتها، أن عند استخدام قاعدة لوبيتال وبعد الاشتقاق عندما نقوم بعملية التعويض إذا كان الناتج صفر على صفر، نستمر بتطبيق القاعدة حتى نحصل على عدد حقيقي، أي أننا يمكن إجراء الاشتقاق أو تطبيق قاعدة لوبيتال أكثر من مرة. ننتقل معكم أعزائي الطلاب إلى المثال واحد والفرع ألف. نهاية جا س ناقص س على س عندما س تؤول لصفر. المطلوب إيجاد قيمة النهاية باستخدام قاعدة لوبيتال. نبدأ في الخطوة الأولى، وهي بالتعويض المباشر عن س بتساوي صفر في كل من البسط والمقام. كما تشاهدون نحل بدون نهاية، نكتب التعويض بدون نهاية، فتكون الناتج جا صفر ناقص صفر على صفر. يبقى جا س نضع بدل السين صفر بتصير جا صفر، ناقص السين نحط مكانها صفر، والمقام نحط صفر، يعني جا صفر ناقص صفر على صفر. جا صفر بصفر ناقص صفر على صفر، الناتج صفر على صفر، كمية غير معينة. وبالتالي نطبق قاعدة لوبيتال، وذلك باشتقاق البسط على حدة واشتقاق المقام على حدة. تعالوا بنا نشتق البسط. جا س ناقص س مشتقتها جتا س ناقص واحد، والمقام مشتقته واحد. إذا الاشتقاق هو نهاية جتا س ناقص واحد على واحد عندما س تؤول إلى صفر. نبدأ الآن بتعويض عن س بتساوي صفر بعد عملية الاشتقاق وتطبيق قاعدة لوبيتال للمرة الأولى، فيكون جتا صفر ناقص واحد على واحد. جتا صفر تساوي واحد، يبقى ناقص واحد على واحد، الجواب صفر، ولا مانع أن يكون الناتج صفر وتكون هي قيمة النهاية. ننتقل إلى الفرع باء من السؤال. إيجاد قيمة نهاية س تكعيب ناقص واحد على س تربيع ناقص واحد عندما س تؤول لواحد. الخطوة الأولى وهي التعويض المباشر، وهي خطوة ضرورية للحل باستخدام قاعدة لوبيتال. نضع س تساوي واحد في كل من البسط والمقام، فيكون البسط واحد تكعيب ناقص واحد، ويكون المقام واحد تربيع ناقص واحد، وبالتالي الجواب هو صفر على صفر، كمية غير معينة. وبتطبيق قاعدة لوبيتال حسب الشرط نشتق البسط على حدة ونشتق المقام على حدة ونكتب النهاية، وتصبح نهاية 3 س تربيع في البسط و2 س في المقام.
إذا قمنا باشتقاق س تكعيب ناقص واحد أصبحت 3 س تربيع، واشتقينا المقام س تربيع ناقص واحد أصبحت 2 س. بعد الاختصارات يصبح الناتج نهاية 3 س على 2. الآن نقوم بعملية التعويض عن س تؤول إلى واحد. نضع س تساوي واحد في كل من البسط والمقام. نلاحظ هنا أن البسط يحتوي على س، تصبح 3 ضرب واحد تساوي 3، والمقام 2. إذا الناتج هو 3 على 2. ننتقل الآن لحساب النهاية في الفرع ج. نقرأ السؤال: نهاية 4 س تربيع على 2 س تكعيب زائد 3 س تربيع عندما س تؤول لصفر. تعالوا بنا نحل السؤال. الحل: نقوم بالتعويض المباشر في البسط والمقام، فيكون الناتج صفر على صفر كما رأينا في الأمثلة السابقة، وتكون كمية غير معينة، وبتطبيق قاعدة لوبيتال باشتقاق كل من البسط والمقام. اشتقاق حيكون 8 س، هي 4 س تربيع عندي كما تشاهدون، 4 س تربيع مشتقتها 8 س، و6 س تربيع في المقام زائد 6 س. نعوض عن س تساوي صفر، فيكون الناتج صفر على صفر. نطبق قاعدة لوبيتال مرة أخرى، ويكون مشتقة البسط 8 س هي 8، ومشتقة 6 س تربيع زائد 6 س هي 12 س زائد 6 عندما س تؤول صفر. نقوم بالتعويض عن س تساوي صفر في البسط والمقام، فيكون الناتج 8 على 6، وبعد التبسيط يكون 4 على 3. ونؤكد أعزائي الطلاب أنه لا مانع من تطبيق قاعدة لوبيتال أكثر من مرة. أعزائي الطلاب، الآن مطلوب منكم حل هذا التدريب. احسب النهايات الآتية باستخدام قاعدة لوبيتال. ألف: نهاية 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 2، والمقام 5 س تربيع ناقص 7 س ناقص 6 عندما س تؤول 2. ب: نهاية س تكعيب ناقص 3 س زائد 2 على س تربيع ناقص 2 س زائد 1 عندما س تؤول إلى 1. ونكرر أنه لا مانع من تطبيق قاعدة لوبيتال أكثر من مرة. ننتقل الآن إلى مثال آخر. جد قيمة النهايات الآتية باستخدام قاعدة لوبيتال. نلاحظ هنا أن المثال يحتوي على لوغاريتمات واقترانات أسية كما كان أو درسنا في الجزء الأول من الدرس. نهاية لوغاريتم السي الأساس ها على س تربيع ناقص واحد عندما س تؤول لواحد. بالتعويض المباشر في كل من البسط والمقام عن س تساوي واحد، فيصبح البسط لوغاريتم واحد الأساس ها، ويصبح المقام واحد تربيع ناقص واحد. أعزائي الطلاب، نذكركم أن لوغاريتم الواحد الأساس ها هي صفر، والمقام واحد تربيع ناقص واحد يساوي صفر، وبالتالي الناتج كمية غير معينة. نلجأ إلى تطبيق قاعدة لوبيتال، وذلك باشتقاق كل من البسط والمقام. كما تعرفنا في الجزء الأول من الدرس الرابع في مشتقة اللوغاريتمات، نقول أن مشتقة لوغاريتم س الأساس ها هو واحد على س، بينما مشتقة س تربيع ناقص واحد هي 2 س. ونعوض الآن عن س تساوي واحد في كل من البسط والمقام، فيصبح البسط واحد والمقام 2، وتكون قيمة النهاية هي واحد على 2. ونكون بذلك طبقنا قاعدة لوبيتال مرة واحدة، وتعرفنا في هذا المثال على كيفية التعامل مع اشتقاق اللوغاريتمات كتطبيق لقاعدة لوبيتال. والآن ننتقل إلى الفرع باء. نقرأ السؤال: أوجد قيمة نهاية س زائد واحد ناقص هاء السين على س تربيع عندما س تؤول صفر. الخطوة الأولى وهي التعويض المباشر في كل من البسط والمقام عن س تساوي صفر. نلاحظ أن البسط صفر زائد واحد ناقص هاء الصفر على صفر تربيع. أعزائي الطلاب، نؤكد أن هاء الصفر هي واحد، إذا صفر زائد واحد ناقص واحد على صفر يساوي صفر على صفر، كمية غير معينة، وبالتالي نلجأ إلى تطبيق قاعدة لوبيتال، وذلك باشتقاق كل من البسط والمقام.
مشتقة البسط س مشتقتها واحد، والواحد مشتقتها صفر، ناقص هاء السين مشتقتها هاء السين كما درسنا في الدرس السابق. مشتقة الهاء السين هي هاء السين. أما المقام مشتقة السين تربيع هي 2 س. بعد الاشتقاق في كل من البسط والمقام وتطبيق قاعدة لوبيتال للمرة الأولى، نقوم بالتعويض عن س تساوي صفر في كل من البسط والمقام، ويصبح الناتج واحد ناقص هاء الصفر على 2 ضرب صفر. أيضا نؤكد أن هاء الصفر تساوي واحد، وبالتالي واحد ناقص واحد على صفر. إذا الناتج صفر على صفر كمية غير معينة. نطبق قاعدة لوبيتال مرة أخرى، وذلك باشتقاق ما وصلنا إليه. نشتق واحد، نهاية واحد ناقص هاء السين على 2 س. الواحد مشتقتها صفر، ناقص هاء السين مشتقتها ناقص هاء السين، والاثنين س في المقام مشتقتها 2 عندما س تؤول صفر. إذا قمنا بتطبيق قاعدة لوبيتال مرتين. اشتقينا نهاية واحد ناقص هاء السين على 2 س، وذلك باشتقاق الواحد صفر وسالب هاء السين سالب هاء السين كما هي، والمقام ل2 س مشتقتها 2. الآن نقوم بعملية التعويض، وذلك بوضع س تساوي صفر في كل من البسط والمقام، فيكون ناقص هاء الصفر على 2. هاء الصفر أيضا واحد، إذا الناتج هو سالب واحد على 2، وهو قيمة النهاية. لاحظت أننا طبقنا مشتقة الاقترانات الأسية في الفرع باء، وطبقنا مشتقة الاقترانات اللوغاريتمية في الفرع ألف، وبذلك نستطيع أن نقول أن قاعدة لوبيتال ستشمل كل قواعد الاشتقاق التي درسناها، سواء قواعد الاشتقاق السبعة أو مشتقة الاقترانات المثلثية. والآن ننتقل إلى تدريب آخر. أرجو منكم حل التدريب في كراساتكم. حاول أن تحل: ألف، نهاية هاء السين ناقص واحد على 4 جا س عندما س تؤول إلى صفر. نلاحظ هنا أن البسط يحتوي على اقتران أسي، والمقام يحتوي على اقتران مثلثي. ب، نهاية لوغاريتم السين أساسها على س ناقص الواحد عندما س تؤول إلى واحد. الآن مطلوب منكم حل التمارين، تطبيق على قاعدة لوبيتال في السؤال الأول والفروع الستة. أرجو منكم الحل بالتفصيل. وفي ختام لقاء اليوم أود منكم حل تمارين إضافية، وهي كما تشاهدون 3 تمارين. أرجو حلها حلا جيدا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح الدرس الرابع، قاعدة لوبيتال ومشتقة الاقترانات اللوغاريتمية والأسية، ويتبقى لدينا الجزء الثالث، وهي عبارة عن أسئلة إثرائية وأسئلة خارجية للطلبة المتفوقين أيضا، وأرجو أن تنال إعجابكم. بارك الله فيكم جميعا، وأشكركم للمتابعة. كان معكم الأستاذ جهاد عدوان، مشرف تربوي لمبحث الرياضيات، مديرية رفح، في أمان الله.